الاتحاد السعودي لم ييأس بعد. عرض جديد وعرض كبير لضم محمد صلاح نجمنا المصري ونجم ليفربول. اتحاد جدة ما رماش الراية قبل غلق سوق الانتقالات بيوم أو يوم ونص. عرض خزعبلي لمحمد صلاح هقول لك عليه جوه الحلقة، وهنقل لك برضو كلام هندرسون عن السعودية وعن الدوري السعودي. كل ده هتلاقيه هنا جوه الحلقة. بس قبل ما نخش على الحلقة، لايكك الجميل وشارك الجميل. اللايك مهم في انتشار الحلقة، واللي مش مشترك يشترك في القناة ويفعل زر الجرس، ونصلي على حبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم. فيلا بينا. في البداية انا كنت عملت حلقة امبارح وقلت ان جمهور الاتحاد فعلا مش فرحان وحزين ومفيش انتدابات قوية اتعملت زي بقية الأندية السعودية. ده حتى الشباب عمل ريمونتادا كبيرة في التعاقدات، وكان كلام بيقول ان رومارينيو احتمال يمشي للشباب، بس ده اللي طلع نفاه رئيس الاتحاد وقال لا نية في التفريط في رومارينيو. ده ممكن يهدي الجو شوية، ولكن لازم جناح او مهاجم مع مدافع. دلوقتي محمد صلاح العرض اترفع من قبل إدارة اتحاد جدة. كنا قلنا هم عارضين على ليفربول 200 مليون استرليني من أجل شراء عقد محمد صلاح، ولكن الإغراء المرة دي لمحمد صلاح شخصيا. عارضين على محمد صلاح في الأسبوع 2.5 مليون استرليني، يعني بالمصري في اليوم 15 مليون جنيه. انت متخيل الرقم؟ انت سامع صح؟ اللي بقوله صح والله. اللي بقوله ده اللي مكتوب، ان معروض على محمد صلاح يوميا بالمصري 15 مليون جنيه مصري، في الاسبوع 2.5 مليون استرليني. ده مين عاقل وعنده عقل يرفض عرض زي ده؟ خليني اتكلم معاك بصراحة صلاح ومع كل الجمهور المصري. محمد صلاح عنده 31 سنة. محمد صلاح فاضل له في ليفربول كم سنة؟ سنتين؟ طيب محمد صلاح لو مستواه وحش السنة دي والسنة الجاية، هل ليفربول هيقعد محمد صلاح ويعمل له عقد ويجدد له، ولا هيقول له كفاية كده؟ لا، هيقول له كفاية كده. مفيش مكان للعواطف. فلازم تفكر بالعقل مش بالعاطفة. وثانيا، انت دلوقتي خدت دوري انجليزي، خدت دوري ابطال، خدت احسن لاعب، خدت هداف الدوري الانجليزي 3 مرات، خدت كل حاجة. ايه الطموح انك تستنى مع ليفربول اللي مستواها ممكن السنة دي ما تاخدش ولا بطولة انك تاخد احسن لاعب في العالم؟ ما انت لو ما خدتش بطولات مش هتاخد احسن لاعب في العالم. وخليني اقولها لك صريحة، طول ما انت مسلم وعربي مش هتاخد الكرة الذهبية احسن لاعب في العالم. انسى. فدلوقتي العقل يقول لك ايه؟ لا، انا جاي لي عرض هلامي خزعبلي 15 مليون في اليوم. لا، انا اروح الاتحاد والعب، والعين هتبقى عليا برضو، وفلوس. همضي 3 سنين، هيبقى عندي 34 سنة، هتمضي كمان 3 سنين في الاتحاد، يبقى عندك 37 سنة. ممكن تقضي 6 سنين. ال6 سنين دول هتعمل فيهم مبلغ مش هتعمل ربعه في ليفربول. ده لو ليفربول يعني حب يجدد لك رغيب، عمره ما هيسيبك وانت عندك 37. وبرضو الامثله كتير. اتفرج، امثله مشت مستواها قل شويه باعوها. وهل هيجي لك عرض زي ده كمان سنتين؟ ما اعتقدش. الامور هتبقى صعبه، لان خلال السنتين دول انتدابات الدوري السعودي هتبقى كبيره. ففكر يا صلاح، فرصه لم تعوض. ده اغلى اجر لاعب في التاريخ مرصود ليك. اغلى مرتب في التاريخ كرة القدم هيبقى مسجل باسمك لفترة. فبجد رفض عرض زي ده ما هو الا عبث والله. جمهور الاتحاد محمد صلاح برضو لو هنتكلم عليه كصفقة، صفقة كويسة وصفقة مفيدة. ومحمد صلاح لسه 31 برضو، قدامه كام سنة؟ لا، قدامه. الناس اللي بتقول مستواه قل، لا، بصوا يا جماعة،
محمد صلاح برضو مهما كان لعيب كبير، انتوا ممكن تكونوا زعلانين انه مش عايز يجي، لكن هو كلاعب هيفيد. عشان بس في ناس بتقول لك محمد صلاح مش عايزينه اصل مستواه وحش وقال له لا 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 لا، فكك من الكلام ده. محمد صلاح لو جه الاتحاد هيفيد الاتحاد قوي قوي. نخش بقى على كلام هندرسون القائد السابق لليفربول اللي كان عامل في صحيفه ذا اتلتيك حوار، واتسال كذا سؤال. ايه انت التجربه بالنسبه لك عامله ازاي؟ الراجل قال لهم تجربه جديده وانا مستمتع هنا، وكان المشروع بتاع جيرارد انه اتواجد معاه حاجه كويسه. فالمذيع ساله انت يعني جاي عشان الفلوس؟ قال له لا انا مش جاي عشان الفلوس، كان ممكن يعني اخد فلوس تانية في اماكن تانية عادي بنفس القيمه. فقال له لا احنا سمعنا ارقام 700,000 استرليني في الاسبوع، الكلام ده صحيح؟ قال له لا الكلام ده مش صحيح، انا اتمنى يبقى كده بس هو مش صحيح. فاتسال كمان انت شايف تجربه انك ثقافه جديده ومجال جديد؟ قال له الناس هنا كويسين جدا والبنيه التحتيه كويسه لسه حاجات عايزه تتظبط فيها، بس التجربه برمتها ان انا اروح مكان جديد دي كويسه، وانا ما كنتش عايز استنى في ليفربول واقعد دكه، انا خلاص يعني فاضل لي حاجات بسيطه واعتزل، فعايز استمتع وعايز العب. واتسال عن احترامه للمعتقدات او العكس، قال له واتسال عن موضوع المثليين بالذات، قال له لا انا هحترم دينهم وهحترم عاداتهم وتقاليدهم، لان الموضوع مش كده، الموضوع زي هم بيحترموا معتقداتي وبيحترموا ديني، فانا لازم بالعكس او ارد لهم ان انا احترم معتقداتهم ودينهم، وما ينفعش اعمل حاجه تبقى غلط على دينهم. اتسأل في الاخر انت شايف الدوري السعودي عامل ازاي؟ قال لهم الدوري السعودي دوري كويس، وابتدى مشروع كويس، وابتدى نجوم كبيرة تيجي في الدوري السعودي، وانا سعيد بالتجربة دي اذا كان مع جيرارد ولا اذا كان مع نادي الاتفاق، واتمنى ان انا الايام اللي جاية اساعد الفريق في حصد بطولات، وان احنا ابقى متواجدين في منصات التتويج. ده كان كلام هندرسون، ده لعيب كان بيلعب في ليفربول. الناس اللي بتقول فلوس فلوس، لا مش فلوس بس، هو قال كده، قال مش فلوس بس، لان انا العرض المالي مش الكبير. ممكن يبقى عرض مالي كبير لبنزيما لنيمار لمحمد صلاح، لكن برضو في لعيبه مش هتاخد المبالغ الهلاميه اللي الناس بتكتبها ومعتقدها. وزي ما قلت لك قبل كده ان الدوري الانجليزي صارف 2 مليار فاصل 8 في خلال السنة دي بس، في حين ان السعودية الانتقالات او ما يعني في المركز الرابع. خلاص الميركاتو بيفنش، هنشوف ايه اللي هيحصل خلال النهاردة وبكرة. لايك وشير وقول لي رأيك في الكومنتات، ودمتم في امان الله. السلام.